السلام عليكم يا أهل الطيبين، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله يا رب الكل بصحة وسلامة. رجعنا لكم اليوم فيديو جديد، واليوم فيديو هم من مزرعتي. طبعا تشوفون يمكن أكثر فيديوهات من مزرعتي، لأن هي تعرفون إحنا شهرين أو 3 أشهر بالهواية، وبعدين بعد ماكو مزرعة، فحبيت أصور لكم فيديوهاتي. وأنا أشوف طبعا أكثر الإقبال على هاي الفيديوهات، فيلا حبايبي وصل لهنا يحط لنا اللايك وتجدد اذا عجبكم القناه اشتركوا بيها وفعلوا الجرس على الكل. حبايب قلبي قبل ما ابدي وياكم بالمحصول شنو حصلنا اليوم. الفيديو مالتنا يخبل، بس يلا قبل ما نبدي المحصول جيتكم شغله اللي هي يمكن يعني تقريبا عرفتوها او البعض ما عرفها، اللي هي فرصة العمل. هاي الفرصة ما تتعوض، فرصة لكل امرأة جادة متفوقة ناجحة حابة تريد تسوي لنفسها ولو فشي بسيط أثناء عملها داخل بيتها. يعني لا حتطب ولا تطلع ولا حيأثر على حياتها العامة ولا على حياتها الخاصة، داخل بيتها ويا عائلتها ويا زوجها ويا أولادها. وأثناء شغلها اللي هو الطبخ والمسح والكنس راح نضيف هالشي اللي هو العمل. يعني هذا العمل أرجع وأقول لكم فقط للجادات للطموحات اللي حابة تثبت وجودها تدخل ويانا بهذا العمل. هذا العمل ما يخص الكسلانة ولا يخص اللي نقول إحنا متقلبة الآراء، لا، بس فقط للجادات. الأعمار من عمر 18 فما فوق، لأي دولة، لكل دول، لأن هواي يسألوني معلاوي إذا إحنا بالعراق ولا دول خارج، كل الدول. ولا شهادة، بدون شهادة وبدون خبرة، يعني شو تريدون بعد أكثر من هذا؟ يلا تعالوا لنا على أول رابط راح نخليكم، رابط الواتساب، دخلوا علينا وهناك راح نشرح لكم العمل بالتفصيل. وبدأ ما شاء الله ورداتي وحدة تفتح. واللي يتذكر الفيديو القديم أنا حطيت كل وحدة يمها الورقة شو كان لون، فبدأ يفتحان. هسه هنا حطينا هاي الصوندة طبعا حتى تسقي، لأن صراحة الجو حار فلازم نسقيهن. فالمهم شوفوا هاي طبعا ما شاء الله نقطة كلش صغيرة، شوفوا كبرها صغيرة تشوفوا. وهاي الوردة اللوخ شوفوا الجمال، طبعا كلش يعجبني هذا الورد، والباقي مجنبل ان شاء الله على الفيديوهات الجاية راح اراولكم اياها. وهناك ديكوري الحلو اللي يخبط. وهذا ورداتنا. فاليوم هم شنو؟ اليوم هم عندنا محصول، اكيد محصولنا ما شاء الله ما يخلص وما ينتهي، لأن ما شاء الله حديقتنا خير وبركة. وهاي الوردة إهداء مني لكم يا أحلى وأجمل متابعين. شوفوا هذا الورد، من مرات تسألوني معلاوي زارعة ورد جوري؟ إيه حبايبي أكيد هم أزرع جوري. فالمهم اليوم راح نجي وياكم اليوم شنو راح نحصد. اليوم محصولنا يختلف عن كل مرة، مثل ما تعودتوا علي كل مرة محصول شكل. فاليوم أول ما حنروح طبعا راح ناخذ هاي، بس الطيارة خلي تروح، راح ناخذ هاي قرعايتنا لين كافي صارت هواية ولونها كلش صار طوخ. حناخذها حتى نسويها تمن او رز. شوفوها، شوفوا ما شاء الله، شوفوا قرع او شجر اليقطين. يلا هاي وحدة قطعنا، وهاي الثانية بعدها هي هاي هم صايرة بس لا اعوفها، خلي شوية تكبر، لأن كل ما تظل كل ما يصير طعمها أطيب، كل ما يصير لونها شوية أطبخ. فهاي أول محصول إلنا من مزرعتنا الحلوة اللي تخبل. وراح نحصد وياكم إن شاء الله اللوخة كبيرة. تعرفون شنو هي؟ الطماطة، يمكن أكبر طماطية بس شوفوا ما شاء الله حجمها، ما شاء الله تبارك الرحمن. وأتمنى أوزنها، أريد أشوف إيش قد وزنها، فراح نقصها وياكم بس باوش كبرها. طبعا ما أقدر، لازم أقصها. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. هم شايفين شي طماطية؟ شوفوا الحجم، شوفوا ايش كبرها، شوفوا يعني وزنها ما يقارب يمكن 3-4 كيلو هيك وزنها. يعني طماطة ما شاء الله. تشوفون هي حتى الأغصان مالتها تفرق عن الأغصان الباقية. يعني شوفوا هاي وشوفوا هاي، شوفوا خل أقارن لكم هاي الطماطية العادية
الحجم الصغير بهاي شوفوا تشوفون يعني حتى مو بتها يعني حجمها ما شاء الله كلش كبيرة. فهاي ثاني محصول إلنا كنا لازم نقطعها ليشوفوا بدت يعني تلين وحرامات. فهاي راح نسويها تشريب العفو للبامية راح امردها. فهاي شوفوا حتى تشوفون الحجم مالتها هي والقرع نفس الشيء او شجر اليقطين. وهسه راح اراويكم محصولنا الباقي شنو اليوم راح نحصد. راح ناخذ الفلفل لان الفلفل صار احمر. شوفوا هسه هاي باعوا هذه. فهاي راح نقطعها وياكم باعوها شوفوا شكلها. وهذا طبعا حار. فهذا راح ننتظره بصراحة يعني يكمل ويبس وقطعه لأن أيبسه هذا لأن بصراحة ما حقطعه لأن ما حد ياكل عندنا فلفل حار. فهذا أيبسه يفيدني. هنا هم عندنا فلفلات هاي اللوخ وهاي اللوخ. شوفوا بالك طماطة مو عبالك فلفل تشوفون حتى شكلها غريب. وما احكي لكم على الباذنجان ما شاء الله تبارك الرحمن يعني ماكو باذنجان هالسنه ما شاء الله خير حياتنا. وراح نقطع الباذنجان كلش حبيتوا هاي الفقره مال الحصاد. الاكثريه يقول لي معلقه ودائما نتصورين يعني العفو من تقطعين او من نسوي نصور. شوفوا الله عليكم شوفوا. طبعا ما صار لي يمكن الله لا يكذبني اسبوع كان دني كلش صغار. بس شوفوا هسه شوفوا شلون باذنجانايه تخبط. هاي عندنا وحده همين شوفوا. شوفوا ما شاء الله شوفوا ايش قد طالع ناعم. ما اعرف واضح عندكم. هذا كله بعد ناعم. هاي هم بعد هي ناعمه ما نقدر نقطعها هسه. خلينا ندور اكو بعد. هذا ناعم بعد ناعم. بدور هذا بدور زراعته. هذا نوعيته يكون خشن يمكن واضح عندكم بالفيديو. شوفوا هاي نوعيتها تصير خشنه. هاي بذور زرعتها واول سنه عندي البذور تنجح مال باذنجان. وشوفوا ما شاء الله يعني مطلع وممرده الاكثريه ممرده. فشوفوا كلها ممرده. فهالسنه الباذنجان ما احكي لكم يعني ما شاء الله خير وبركه. قلت لكم هاي هنا اكو كميه كلش هواي بس ما حقطعها لان اريد انتظرها بعد شويه تكبر. هسه حاليا بزني باذنجانات وعندي احنا هناك اصلا بعد عندي بالبراد. وراح اشوفكم في شيء عجيب غريب. هم شايفين طماطه لونها صفرة بس باعوا. هم شايفين طماطه لونها صفرة باعوا. قلت لكم انا هالسنه الطماطه زرعتها بصراحه متوقعت هيك حجمها عبالي اصغر لان الصوره مبينه اصغر. شوفوا خلي اراوي لكم هم زين الصوره بعد موجوده. هاي الصوره شوفوها. فانا اشتريتها ما توقعت هيك حجمها ما شاء الله حجم كلش كبار بس باعوا. شايفين طماطه لونها صفرة. ها يعني هاي شوفوا الورق اللي حتى تقولون هاي صفرة خربانه لا هاي هي نوعيتها صفرة. وشنو ما احكي لكم طبعا طعمها بعدين ما اعرفه. كميه كلش هوايه طالعه عندي. وهاي النوعيه الثانيه همين عجيبه غريبه. هذه احاول اقطعها. هذه همين عجيبه غريبه تشوفوها مشيفه. فهاي النوعيتين هم طماطه صفراء وهم هاي شايفين هيك اشكال. يعني حبيت انا يعجبني كل سنه اسوي شيء غريب حديقتي. فهاي الطماطه وهاي الطماطه الصفراء. فهسه نقطعها ونراويكم. شوفوا وهاي نوعيه ثانيه همين شكلها غريب. هذه هاي هي شكلها هم هيك شكلها شوفوها. شوفون شو شكل حلو. طبعا شكلها عجيب غريب. وهم راح تقولوا لي خلي اشوف اذا موجوده الصوره. هذه موجوده صورتها همين. هذه هم موجوده صورتها شوفوها. هاي مشيفه شوفوا طبق الاصل يعني ماكو من تاخذون شيء وانتم مغمضين. بس هذه خلي اشوف صورتها موجوده حتى اراويكم شكلها. هذه اللي كانها عرموطه انا اقول سميتها.
لا والله ما صورتها. وعلى العموم خلينا نكمل وراويكم الاشكال العجيبه غريبه مال هاي السنه زرعناها. خلي اراويكم فلفل هنا ما شاء الله. شوفوا شوفوا تشوفون الجمال شلون جمال، بس حار. هذا قلت لكم هذا راح اخليه يعني هو مو كان يابس وراح اقطعه، ويعني يا معوفه هيك بشعله شكلها يابسه او يجوز اطحنه. وهاي نوعيه. شوفوا هذه، شوفوا الجمال. شوفوا خليني اراويكم نايلو مالتها الورقه. هاي شوفوا، هاي شوفوا يعني ماكو شيء يختلف عن الان. ليش او في الاوراق مرات اقول خلي اشوف نفس الشيء، ماكو شيء يختلف. بحسها هي خضره بس تعوفوها راح تتغير لونها تصير برتقالي. نقطع لنا واحده من هاي، يلا خلينا نقطع لنا واحده من هاي ولو هي مثل النكل بس يلا بس شكلها حلو جدا. وعندنا هنا نوعيه بعد فلفل. ها هي هذا اكتفينا 3 انواع قطعنا. شوفوا وهذا هم القرع او شجر اليخطين. شوفوا هذا لكم شكله، تشوفون شكله هذا. شوفوا هسه هاي نص ونص لونها. خليني اوريكم النوعيه الثانيه. شوفوا هاي تشوفون لونها كلها شكل واحد. فانواع هوايه هالسنه ما شاء الله عن الزارعه. وهاي رقيتنا شوفوها. انا كلش متحمسه لهاي الرقيه كلش. اريد اشوف حتصير يعني وتطلع حمرا لو لا. خلينا نشوف الباميه. الباميه ما احكي لكم يوميا اطلع اجيب 4 5 يوميا اجيب 4 5 ما شاء الله. يعني اليوم اشوفها حجم، ثاني يوم اشوفها يعني تفرق. هسه اني البارحه طالعه طبعا العصريه قطعنا. وشوف هسه هذه شوفون هاي شلونها. خلينا نقطعها، المفروض مو قص، يلا مو مشكله. تشوفون طبعا ما شاء الله كلش هواي محمله. تشوفون يعني ما احكي لكم الفرحه مالتي متى نوصف بالباميه هالسنه. ان شاء الله على السنه الجايه ازرع كلش هواي حتى اجمد من عندها اذا الله خلانا طيبين طبعا. هاي اللخ شوفوا، شوفوا الله عليكم شوفوا شلون باميه. شوفوا هالتازه وتخبل هي. شوفوا شوفوا ما شاء الله ممرده وكلش هواي بيها. قلت لكم يعني والله اتمنى هيك افتح لكم بث مباشر يوم كامل بحيث يعني هاي شوفوا هاي حجمها. هذا تشوفون هاي حجمها. فثاني يوم القي حجمها اكبر. يعني يوميا اقول لكم اقطع 4 5 4 5 يوميا. هاي اللوخ شوفوا. خلينا نشوف بعد. فاللي يريد يجرب خليه يجرب، ترى ماكو شي ما ينجح. لا تقولون الشي من اول مره. يا ما زرعت باميه فحبايبي من الزرعون لا تقولون فشل مره عندي عادي. انا تدرون كم مره زرعت الباميه صار وما تنجح عندي. فكل سنه احاول اجرب الى ان هالسنه الحمد لله. طبعا ماكو علاقه هسه هاي الكميه. هسه راح اراويكم هاي الكميه اللي عندي جوا. بس هاي شنو حبيت اصوركم انا شنو اللي زرعته وشنو اللي طلع عندي. اولا هذا الفلفل كم نوع تشوفون، 1 2 3 4 انواع. وبعد عندي انواع هوايه. فالمهم هذا محصولنا اليوم. هاي الطماطيه ولازم اوزنها وياكم اعرف اوزنها زين. وهاي القرعايه وهاي الباذنجان والطماطه. الطماطه طبعا كل يومين اني ماخذه يعني مو بس هاي الكميه عندي كلش هواي. فهسه اصلا يعني عندي اليوم قطعت الصراحه الصبح بس ما صورتها. والبارحه راح اجمدها اخليها مجمده لان هوايه ما اعرف وين اوديها. الطماطه تفيد. بس المهم انا دراويكم هاي النوعيه الصفراء وهاي المشيفه وهاي الثالثه 3 انواع غريبه. وباميتنا ما شاء الله ما لكم علاقه. هم الكميه عندي هواي جوا. القرعايه هاي الطماطه هذا الباذنجان. وهذا حصادي مال اليوم راح تشوفوه قليل بس هو انا اشوفه ثمنه كلش هواي. ليش؟ لان هذا ثمن تعبي اني. طبعا راح اشيفها لان اكيد شوفوا كبر الجزر يعني شلون حتى شلون حجمها ما شاء الله شغل كبير. طبعا ما وزناها. على العموم هي مبين حجمها يعني ها شوف ايدي وين شوف ايدي ماكو ما يبين. فراح اشيفها
نفورها شوية حتى نمردها للبامية. شوفوا الحمار البطن شلون حمرة، ما شاء الله تفضل. بس هنا بعد ما شايفناها طبعا حطينا همين شوية طماطم بعد وياها، وراح ارشها شوية ملح حتى تذبل عندي. واكيد السريع عندهم فضول هاي الطماطم الصفراء شلون بطنها شلون طعمها. انا من الناس بصراحة اللي ما شايفتها ولا ضايقتها، فراح افتحها. شوفوا شوف شكلها، خلينا نشوف طعمها. حامضة حامضة بس كلش طيبة. انا احب الطماطم الحامضة. طبعا هاي البامية مال حديقتنا، يعني هاي اول طبخة راح تصير لي للحديقة مالتي. بالنسبة لي هاي كلش كافي. انه شلون بامية تخبط. هسه هنا اللحم عمسناه، نخلي باميتنا ما مزرعتنا نتخبط. حنطة خفيفة واخليها شوية مي. بس هنا بعد ما خلصتها حنطة خفيفة راح اخليها مي، ما نحط مي هواي. يحمس المي مالتها، واحط الطماطة والمعجون والملح وباقي المواد. بس المهم انا راح يعني هسه بعد ما ينشف ميها راح اخليها معجون، الطماطم مالتي هم امردها واخليها فوقها وانتظرها لحد ما تستوي واراويكم شكلها الاخير. هاي باميتنا كملت لي اول طبخة من مزرعتي سعيدة. شوفوا ما شاء الله، لا مردت لا ابد تخبط صارت. شوفوا قلت لكم ورا ما حمستها حطيت لها مي قليل، نشف المي، مردنا الطماطة، حطينا شوية معجون وشوية ملح. طماطة حامضة ما احتاج انه حطيت لها لمندوزي لان حسب التذوق. بس شوفوها شلونها، شوفوا يا عيني باميتي تخبط مال مزرعتي ما شاء الله. اول مرة اطبخ بامية من حديقتنا تخبط، والطعم ما احكي لكم، تمنيتها قدامكم. فهذا الفيديو اليوم اتمنى انه اعجابكم، واتمنى لا تنسونا باللايك ولا بتعليقاتكم الحلوة ولهنا، ونقول لكم مع السلامة للجميع.